خبزنا اليوم خبز عراقي تقليدي على أصوله، بس شنو الجديد بيه اليوم؟ كل مرة تخبزين نفس الخبز. لا حبيبتي، اليوم الخبز راح يصير على 6 أنواع. شلون يعني ناس؟ انتظري وشوفي الفيديو للنهاية وراح تعرفين. دعوة حلوة للوالدة بالشفاء وربي يشافي كل مريض. أكيد هذه قناتنا عائلة نصير وإيناس، إذا أول مرة تدخلوها لا تنسوا اللايك، اشتراك، فعل الجرس، تعليق حلو مثل قلوبكم الحلوة النقية. دائما يسألوني تقولي إيناس شلون تسوين العجين على مود ينجح عندك؟ أقول لكم أني أخبط طحين الصفر ويا الطحين الأسمر. الطحين الصفر 1.5 كيلو، وهذا تقريبا نص كيلو أسمر. نخلط الطحين ونجانس مكونات، نضيف له خاشوقة كبيرة خمرة أو كيس خمرة كامل. خاشوقة ملعقة كبيرة ملح. عندي لتر مي دافي راح أدير نصه وأظل أعجن. تديرون كل مي عمود العجين لا تصير كلش طرية، حسب الحاجة. خلي يمش لتر مي دافي واشتغلي بيه، وكل ما تحتاجين مي ضيفي. هسه أعجن بيه تقريبا لتر مي كافي 1.5 كيلو طحين. شوفوا شلون صار. أبدأ أعجن بيه لحد ما أتخلص من الجغد مال العجين اللي بيه، بحيث يعطيني عجينة صافية بدون تكتلات. شوفوا العجين شلون صار، ماكو أروع من هيك. ما شاء الله تبارك الرحمن. وما شاء الله عجينتنا صارت جاهزة. راح أقبقها. هاي اللجانة حاطتها خصيصا بس العجين. راح أخذ العجين وأوديه بالغرفة على درجة حرارة الغرفة، خليه يختمر براحته، وبعدين نجي نشوف شنو الأشكال اللي راح نسويها بهاي العجينة. عجيننا صار جاهز. حضرت الصينية اللي راح أشنق به. جماعة التشنيق تعالوا يمي، وجماعة الاندولش تعالوا يمي. اثنيناتشن نادرات معدلات مرتبات. تعالوا هنا يمي خلينا نشوفكم اليوم الخبز على أصوله. راح نقول بسم الله ونبدأ نشنق أنا وياكم. راح أشنق ونبدأ أنا وياكم نخبز. وين النادرة المعدلة والشنقة المعدلة المشكنمة المنمنمة المرتبة؟ تيجي هنا يمي تلزم سرة. شوفوا لي الصوت. مشكلتي انه اني ما اعرف اشنق صغار، احب الخبز الكبار، فماخذه ايدي على الشنقة الكبيرة. راح اغطي العجين بين ما احضر الفرن مالتي او التنور الغازي. راح اشوفكم الحشوات اللي راح استخدمها للخبز العراقي. جبن والحبة السوداء، شوفوا جبن موزاريلا. هذه الصوصة تتبيلة سويتها، أنا سويت لكم إياها بفيديوهات سابقة. هاي التتبيلة الحمراء. وراح آخذ سمسم ويا الحبة السوداء، وهذا الزيت والزعتر، زيت زيتون طبعا ويا الزعتر. راح ناخذ أول خبزة ونخبزها وياكم. نقول بسم الله ونبدأ ناخذ شنقة نخلي عليها سمسم بهاي الطريقة. نحاول السمسم يصير كليته بالخبزة. هذا سمسم والحبة السوداء حسب انتو شنو تاخذون. بسم الله. نقول بسم الله ونخلي خبزتنا نسدها، نخلي شوية عمود تستوي الخبزة. ارجع اشوفكم النتيجة. بسم الله وما شاء الله. شوفوا لي الخبزة بالسمسم. هاي اول خبزة طلعت. بسم الله. راح ناخذ هذه المحمرة ونخليها على الخبزة بهاي الطريقة. نخلي ورق الزبدة. نفتح القبق، التنور عندنا حامي، ونقول بسم الله. شوفوا شلون صارت على التنور. شوية ونقلبها. وهذه المحمرة صارت جاهزة. شوفوا لي هسه هاي الخبزة بالمحمرة شلون صارت مستوية وتجنن. طبعا حارة ما اقدر اشيلها. هاي ويا الشاي الحار ولا أربع من هيك. وهسه جينا للنوع الرابع.
ايش دا اسوي ناس؟ يلا حبايبي التجربة حلوة، دائما جربوا شغلات حلوة طيبة يعني تغير من روتين الأكل. راح اخذ المحمرة بس هالمرة وياها سمسم وياها زعتر اكيد وزيت زيتون بهاي الطريقة. هذا يفيد العصريات الخبز ويفيد للريوق همين كلش طيب، احسن ما الحين تشتريه جاهز سويه بالبيت. هذا التنور الغازي هواي سألتوني عنه بس ما انصحكم به لانه نوعيته مو زينة. اذا تحبون تشترون اشتروا الغازي اللي هو يكون فافون. تقولون ناس منين نجيبه؟ راسلوني على الانستا ادزلكم الرابط مالته، مو اعلان حبايب مو اعلان، لأن انا اذا اشتري من عنده بس ادزلكم الصورة ودوروا عليه، حتى مو محل، هو موجود بالمحلات العربية، اي محل تلقيه بيه اخذي من عنده، لان انا راح اشتري من عنده فلهذا دا انصحكم به. عندي الجبن الموزاريلا راح اخليه بهاي الطريقة. حاولي تتأكدين انه الجبن موجود بكل مكان. تجيبين ورق الزبدة مثل ما علمتكم تثبتيها زين، طباخ عندك نظيف وتشيليها وتلزقيها، تسدين الفرن وتخليها تستوي. النوع الرابع بالجبن والمحمرة، طبعا كلش حارة ما اقدر اشيلها بداية بس اشوف لكم اياها. شوفوا لي اياها بسم الله ما شاء الله، شوفوا لي الجبن شلون سايح، شوفوا لي الشكل. طبعا هاي ويا جلاس شاي عراقي مهيل ولا اروع من هيك. خليها تبرد بعدين اشوفكم الشكل النهائي للباقي. خلي التنور يحمى وابدا اشتغل وياكم. وهذا النوع راح نخبزه هسه خبزة عادية نخبزها وبعدين نضيف لها المكون اللي نريد نضيفه. مثل ما دا تشوفون تشيليها، الفرن عندش حامي نمسحه، اذا ابي وساخة دائما امسحي الفرن. بسم الله. نخلي الخبزة، عندي الجبن فوقها حبة سودة او بدون سودة حسب اللي انتي يعجبك، الرشة داير مدايرها جبن، نسدها وخليها تستوي على راحتها. وهسه نشوف خبزتنا استوت لو بعدها شوية نحركها. ما شاء الله دا تستوي، راح اطلع لكم اياها تجنن شكلها صاير. نريدها شوية تقسم على مود تطينه طعم الخبزة العراقية. ويلي ويلي بسم الله ما شاء الله. طلع لكم الخبزة الجهنمية، شوفوا لي شكلها بس شوفوا لي الجمال مالتها دا تشوفون يعني صدق الشهي تجنن. وهسه راح نخبز النوع الاخير من الخبز باي طريقة تحبون تقدرون تسووه حبايبي. راح ناخذ الخبزة نخليها بالتنور، نفتحها، ناخذ الزيت والزعتر ويا سمسم وتوزعي ليها على الخبزة بهاي الطريقة. راح اشوفكم هاي الخبزة شلون طلعت اللي هي بالزيت والزعتر. شوفوا لي اياها، شوفوا لي المنظر، حارة ومقسبة وبس يراد لها جلاس شاي. شوفوا الجمال ولا اروع من هيك. اكيد بعد كل هذا الخبز لازم ننظف التنور تنظيفه زينه على مود نسوي لنا الخبز العراقي التقليدي، لان مستحيل تسوين كل هذا الخبز خبز عراقي ما تخبزين. لا يابا لا، ما نتخلى عنه، احنا ما نقدر نستغنى عن الخبز العراقي التقليدي. اكيد لو مو خبزتنا المقسبه اللي ما بيها اضافات ما يحلب علينا خبز. بس هذه اذا حابين نغير من الروتين اليومي او الروتين الخبز العراقي نسوي بهاي الطريقه. بس همين نفس عجينتنا. بسم الله. راح يجونا خطار. انتوا همين عندكم هيك اذا عجينه طفت لو هذه بقولكم راح يجيكم خطار، لو هاي بس كانت قشمر بينه. بسم الله. نحضر الخبزه الثانيه الحنايه على مود ما عندنا شيء نخلص كل الخبز مالتنا. واخر خبزه وحنايه تؤوفه حاره لازم تكون مميزه. شوفوا لي الجمال، ماكو احلى من هيك جمال. ما اقول لكم الخبز العراقي ما يعلى عليه خبز مهما يكون. وهذا الخبز العراقي اللي سويت لكم اياه بطريقه غير تقليديه وكسرت الروتين. 6 انواع من الخبز العراقي اليوم سويت لكم اياه بس بصوصات مختلفه
والطعم مختلف، واحدة تختلف عن الطعم الثاني. وأكيد خبزة رهوفة الحناية هي متربعة على عرش الخبز، خبز عراقي بدون إضافات، ماكو أحلى من عنده. إذا جربتوها وعجبتكم طريقة من هذه الطرق اكتبوا لي بالتعليقات أي طريقة عجبتكم. يدخل على قناتنا عائلة نصر وإيناس، لا تنسون لايك واشتراك وفعلوا الجرس حبايبي حتى تكبر عائلتنا وبوجودكم دعمكم. تعليق حلو مثل قلوبكم النقية. خلينا نشوف الخبز أنا وياكم ورهوفة ونجربه ونشوف الطعم. طبعا أنا أحب هذا الخبز اللي هو بالمحمرة والجبن. بسم الله. بشريهم والله 100 والله لازم نهب تشيك، يعني نهب هي صاحبة الذوق رفيع بصراحة، بدون ما تقولي ماما سوتها. ايش قد من 100؟ طيب مو ويلي ويلي، لا راح فائلية. جربوها كثير طيبة، تفيدكم. إذا ما جربتوا هاي الوصفات، إذا ما جربتوا الخبز بهاي الطريقة عمركم خسارة، جربوه. أكيد راح نرجع لكم فيديوهات بعد أحلى وأحلى، شأننا عنكم الفترة السابقة، وأكيد إلنا أسبابنا كالعادة.